بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة من ضمن الخلافات اللي موجودة في منطقتنا العالم العربي والشرق الأوسط ويمكن العالم الإسلامي، أغلبها الحقيقة خلافات مصطنعة، بمعنى منذ أن ظهرت تيارات بتحارب العلم وبتحارب التطور وبتحارب الفكر، ظهرت في المجتمعات العربية اللي منها مصر ظواهر غريبة جدا وخلافات الحقيقة نتيجة وجود من يقوم بالإفتاء خارج المؤسسات الرسمية للدولة. والحقيقة الموضوع ده بيمس كل بيت مصري وعربي وبيمس الناس كلها. حاجات غريبة الحقيقة على مدى سنين طويلة، محتاجة مواجهة فكرية حاسمة وقوية جدا من جانب كل من يحمل القلم والفكر، وكل واحد بيخاف على البلد دي. ظهر الدواعش بأفكارهم وظهر التطرف بوجهه الأسود في المجتمع. طبعا الكلمة الجميلة أو العبارة الجميلة في ديننا الحنيف لا إكراه في الدين، يعني ما حدش بيجبر حد على ما يؤمن به، وما فيش محاكم تفتيش في العصر اللي احنا فيه. وأيضا كل الفكر ده وكل الكلام اللغط الدائر وفضائيات الفتاوى وكتب الفتاوى، الحقيقة سنين طويلة المجتمعات بتتضرب في أساساتها المتينة القوية، والحالة السلمية اللي كان بتعيش فيها المجتمعات العربية لغاية وقت قريب جدا. طبعا كل الهدف عايزين نخرج من الحالة دي. شفنا فتاوي غريبة جدا، جهاد النكاح اللي هو عفوا بين قوسين هو زنا في حقيقة الأمر، نكاح الميتة، ويعني الحقيقة حاجات غريبة جدا حتى على أفكارنا ومسامعنا، وحاجة ما عهدناهاش الحقيقة في طفولتنا وشبابنا الباكر. الحقيقة عوارض كلها المرض واحد، نفس المرض الذي أصيب به العالم العربي والإسلامي. عايزين نلحق العالم بقى فيه تكنولوجيات لم نسمع بها، الذكاء الاصطناعي وغيره. العالم يتطور تطور سريع، ونحن في خلافتنا التي لا تغني ولا تثمن ولا توفر لقمة العيش للمواطن. الحقيقة العلم بيعمل ده، العلم هو ما ينتج الغذاء. الإيمان، الكلمة اللي بتستخدم دايما في وسائل الإعلام الإيمان الوسطي، أنا ما بحبهاش. الإيمان الطبيعي بتاعنا اللي احنا وجدنا عليه آبائنا وأهلنا، فكرة قبول الآخر والمسامحة وتعدد الأفكار والرؤى في إطار ثقافة مجتمعية تقبل الجميع وتسمح للجميع بالتواجد. ده ثقافة أو دي ثقافة ما بقتش موجودة. نأمل نخبنا يعني تفوق، ومفكرينا يبتدوا يكتبوا ويأصلوا للفكرة دي، وعودة المجتمع إلى طبيعته الرشيدة والعاقلة التي تبعد عن هذه الترهات وهذه الأشياء الحقيقة اللي أساءت لينا وأخرتنا كتير. دمتم بخير.